السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن طريقه انشاء صفحه تجاريه على الفيسبوك او البيزنس بيج بعد اخر تحديثات حصلت، واللي منها هتقدر تبيع المنتج بتاعك او خدمتك، او هتقدر تودي الناس للموقع الالكتروني بتاعك، او توريهم حتى محلك او المطعم بتاعك. هتقدر توري الوفات الناس الحاجه اللي عندك وانت قاعد في مكانك من غير ما تتحرك. والاهم من ده بكتير بكتير ان الحمد لله والشكر لله القناه بتاعتنا بفضل ربنا وبفضلكم عدت ال50,000 مشترك. وعلشان كده عشان افرحكم زي ما انا فرحان، انا جبت لكم جيف اواي ساعه سمارت. سريعا كده، الساعه دي اسمها مي 5 برو والساعه دي اسمها تي 5 اس. المي 5 برو تقدر تستخدمها كانها موبايل مستقل، بتحط عليها شريحه تقدر تتصل من عليها كانك معاك موبايل بالظبط. تمام. التي 5 اس تقدر تنزل ابلكيشن عن طريق الموبايل بتاعك وتربطها عن طريق الموبايل، وبتستخدمها في انك تظهر نوتيفيكيشنز اللي على الموبايل على الساعه، مين اللي بيتصل تورولك على الساعه، الكلام ده كله. طب ازاي تاخد اي ساعه من الاثنين؟ هتكتب بس اسم الساعه تحت في الكومنتات، الساعه اللي انت عايزها سواء مي 5 برو او تي 5 اس، تكتب اسم الساعه اللي عجبتك اكتر تحت في الكومنتات، وهيتم اختيار الفايز بطريقه عشوائيه جدا عن طريق برنامج هيختار كومنت من الكومنتات بتاعتكم اللي مكتوبه تحت الفيديو ده، وهيتم الاعلان عن الفايز في خلال اسبوعين. هثبت ستوري باسمه على صفحتي على الانستجرام عشان يقدر يشوف اسمه في اي وقت. الكلام ده هيتم في خلال اسبوعين من النهارده. وطبعا طبعا طبعا محتاج تكون عامل اشتراك في القناه عشان تقدر تكسب الجيف اواي اللي نازله، عشان الحمد لله قدرنا نوصل ل 50,000. المهم يلا بقى عشان نقدر نخش الفيديو بتاعنا من غير كلام كتير. روح هات كوبايه الشاي بتاعتك علشان تروق، وتعالى لي علشان نبدا الفيديو. بص يا سيدي، هتخش على صفحة الفيسبوك بتاعتك، هتلاقي الشكل اللي موجود هنا اللي هم النقط اللي فوق بعض دول. في ناس هتلاقيهم في المكان ده عندهم، وفي ناس هتلاقيهم فوق هنا في المكان ده. فأيا كان النقط دي موجودة عندك فين، المهم هتبدأ تضغط عليها. هتلاقي في حاجة اسمها إنشاء صفحة، نضغط على إنشاء صفحة. هيبدأ يجيب لك أماكن تكتب فيها بيانات عن الصفحة بتاعتك. يعني مثلا لو الصفحة بتاعتك مطعم، تبدأ تكتب هنا اسم المطعم بتاعك. لو محل تكتب اسم المحل. لو صفحة بيع عليها منتجات، تشوف انت عايز تسمي الصفحة بتاعتك ايه وتخليه اسم مميز وجميل وجذاب وتبدأ تكتبه. مثلا نعمل صفحة عن محل ألعاب، فنسميها مثلا كاسم المحل بتاعنا وليكن مثلا كلاب تويز مثلا. المهم بعد كده الفئة المطلوبة، انت الصفحة بتاعتك متخصصة في ايه؟ الكترونيات، مطعم، محل ألعاب. ايا كان الصفحة بتاعتك متخصصة فيها تبدأ تكتبه. مثلا الصفحة بتاعتنا ايه؟ محل ألعاب، نبدأ نكتب ايه؟ ألعاب. كتبنا كلمة ألعاب، جاب لنا اهو ايه كذا حاجة ممكن نختار منها. احنا ايه؟ متجر ألعاب نختاره. السيرة الذاتية بعد كده تبدأ تكتب نبذة عن الصفحة بتاعتك، انت حابب تقدم ايه للناس ورؤيتك ايه من عملك للصفحة بتاعتك. يعني مثلا نكتب في ايه محل الألعاب ده ان احنا عايزين نقدم مثلا زي ألعاب مبتكرة ومميزة للأطفال مثلا. تمام. خلاص كده كتبنا الحاجات الأساسية، هتلاقيها بتظهر قدامك هنا، خد بالك. وده شكلها عندك في الكمبيوتر هتبقى ظاهرة بالمنظر ده، لو عايزها في الموبايل هتبقى بالشكل ده. تمام. نكمل في الكمبيوتر ونضغط إنشاء الصفحة. بعد كده هتبدأ تكمل بيانات الصفحة بتاعتك. يعني مثلا جايب لك هنا موقع الويب، لو انت عندك موقع الكتروني تحط اللينك بتاعه، رقم الهاتف تحط رقم التليفون بتاعك، الايميل بتاعك. لو عندك عنوان، لو الحاجة فعلا في أرض الواقع مش صفحة مجرد انها صفحة اونلاين، عندك موقع محل، تبدأ تحط العنوان بتاعك والمدينة ورمز البريدي. والساعات، لو انت مثلا محل فعلا بتفتح من وقت معين مثلا سي من 8 الصبح ل 10 بالليل، تحدد الساعات اللي انت فعلا هتبقى فاتح فيها. تمام. دي بيانات انت هتدخلها، كل واحد مختلف، هتلاقي انها خاصة بيك انت. تمام. بعد كده نضغط التالي، هتلاقيه بيقول لك هنا هتضيف صورة اللي هي الملف الشخصي اللي هي الصورة اللي هنا، وصورة غلاف اللي هي اللي ورا دي، نبدأ نضيفهم. نضغط عليها، حملنا أول صورة اللي هي الصورة الأساسية بتاعتنا، نضغط بعد كده على صورة الغلاف وحطينا برضو صورة الغلاف أو الكفر. لو أنت عايز تحركها شوية يمين أو شوية شمال لأنها مش مظبوطة، هتيجي تقف عليها عادي هنا كده وتبدأ إيه تحركها يمين أو شمال. تمام. بعد كده عندك حاجة اسمها إضافة زر إجراء، ده مهم جدا لأن ده هيسهل على الناس اللي هتخش الصفحة بتاعتك إنها تقدر تتواصل معاك. عايزهم يرنوا عليك على موبايلك، ولا يكلموك على الواتساب، ولا يكلموك على الماسنجر، أيا كانت الطريقة اللي أنت عايزهم يتواصلوا بيك عن طريقها، هتختارها عن طريق الزرار ده، إضافة زر إجراء. نضغط عليه وبيقول لك جرب يا عم، نقول له جرب. اضغط عليه. إحنا عايزين أكتر ناس بتحتاج إن العملاء بتوعهم يخشوا يكلموهم على الماسنجر، فإحنا هندور فين الماسنجر أهو، إرسال رسالة. عندك بعد كده عايزه يرسلك رسالة على واتساب، يتصل عليك على طول، ارسال بريد الكتروني على الايميل، ايا كان انت عايزه ايه. فانت هتبدا تختار الحاجه اللي انت عايزها. اكتر حاجه ناس بتختارها واكتر ناس بيحتاجوها هي ارسال رساله اللي هي بتبقى على الماسنجر. تمام. اخترناها خلاص، هي اصلا كده كده مختارها. نبدا بعد كده نضغط على زرار التالي.
وبعد كده هتضغط على حفظ. خلصنا الخطوه دي نبدا نخش على الخطوه اللي بعدها، فنضغط على الزرار التالي. الخطوه اللي بعد كده لو انت عايز تضيف رقم للواتساب عشان الناس تكلمك كمان عن طريق الواتساب، هتبدا اول حاجه هنا تختار كود المدينه بتاعتك، تختار البلد بتاعتك يعني، وبعد كده تضيف رقم الواتساب بتاعك، بس لازم يكون معاك موبايلك اللي عليه الرقم ده عشان هيبعت لك رمز عليه تستخدمه. تمام. بعد ما تضيف الحته بتاعت الواتساب لو انت عايز تضيفها، لو مش عايز تضيفها خلاص هتعمل تخطي. وبعد كده بيقول لك لو انت عايز تدعو اصدقائك اللي عندك على صفحتك ان هم يعملوا لايك للصفحه الجديده اللي انت هتعملها دي، لاصدقائك اللي عندك على صفحتك الشخصيه تدعوهم ان هم يعملوا لايك لصفحتك الجديده اللي انت بتعملها. بس انا ما بنصحش انك تعمل كده في الاول الا لما تظبط صفحتك كويس جدا الاول، علشان صحابك لما يخشوا عليها نسبه كبيره في ناس ممكن تكبر دماغها، ده اللي بيحصل. فلما يشوفوا ان الصفحه بتاعتك لحد ما بقى فيها منتجات، فيها صور، انت فعلا بقيت بتقدم فيها حاجه، ساعتها تعمل لهم دعوه يخشوا، نسبه ان هم يعملوا لايك او تسجيل اعجاب او ان هم فعلا يقبلوا الدعوه اللي انت عملها تبقى اكبر بكتير جدا. فسيب الخطوه دي شويه. تمام. نسيبها وبعد كده نضغط على التالي. الخطوه اللي بعد كده بيقول لك هل تحب ان اي حاجه تحصل على صفحتك اللي انت بتنشئها دلوقتي الفيسبوك يظهرها لك على صفحتك الشخصيه على شكل اشعار؟ فاكيد انا احب حاجه زي كده عشان ابقى عارف اخر المستجدات بتحصل على صفحتي. ورسائل بريد الالكتروني التسويقيه دي خطوه الفيسبوك عملها جديد هتساعدك في التسويق لصفحتك. دي ممكن نعملها حلقه مخصوص ازاي بتستخدمها قدام، لو انت عايز ممكن تكتبها لي تحت في الكومنتات. تمام. نعمل بعد كده تم ونخش على الخطوه اللي بعدها. وبس كده يا سيدي، انت بقى عندك فعلا صفحه. الف الف مبروك، عملنا صفحه. بيقول لك هنا هو مرحبا بك في صفحتك الجديده، لقد قمت بالتبديل من ملفك الشخصي للصفحه اللي انت عملتها. يقول لك عايز تعمل جوله، ممكن تقول له قيام بجوله علشان تخش تشوف بقى، هيقول لك ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. فخليني انا اقول لك ايه الحاجات الاساسيه اللي انت هتبقى محتاجها. من التحديثات المهمه جدا اللي فيسبوك عملها في الصفحات التجاريه الجديده ان خلى كل صفحه تجاريه يعتبر الى حد ما ليها صفحه شخصيه. عارف صفحتك الشخصيه اللي فيها اصدقاء، اللي انت تقدر تعمل كومنت باسمها، اللي تقدر تخش في جروبات، اللي تقدر تنزل منشورات باسمها، الصفحه التجاريه بتاعتك بقى ليها حاجه زي كده بالظبط، تعتبر صفحه شخصيه خاصه بيها. ودي من الخطوات المهمه جدا واللي هتريحك في حاجات كتير. خليني اقول لك كده الحاجات الاساسيه اللي بقت زياده. عندك اول حاجه هنا عشان تبقى فاهم، دي كده الصفحه الشخصيه بتاعتك اللي تقدر تستخدمها علشان تنزل اي حاجه انت محتاجها. هتضغط هنا مثلا اول حاجه، هو بيقول لك هنا ان الصفحه بتاعتك دي تعتبر عامه، يعني اي حاجه انت هتنزلها اي حد يقدر يشوفها، وده طبعا الهدف من الصفحه. فاقول له تمام تم. تبدا تنزل اول منشور ليك، شوف انت عايز مثلا تكتب فيه ايه، وعايز مثلا تضيف له صورة، هتبدأ تضيف صورة من هنا. خلينا مثلا نضيف صورة ونبدأ نضغط نشر بعد ما كتبنا الكابشن اللي احنا عايزينه والصورة اللي احنا عايزينها. ودي من اهم الخطوات اللي انا بقولك لازم تستناها قبل ما تعمل دعوة لاصحابك، علشان تكون نزلت بوستات كتيرة جدا على الصفحة فيشوفوا الصفحة بتاعتك فعلا بتتكلم عن ايه ويحسوا انه فيه اهتمام منك بالصفحة بتاعتك. تاني حاجة عايز اوريها لكم، دي صفحة خلاص الاساسية بتاعتك. طب لو انا عايز ارجع بقى للصفحة بتاعتي انا الشخصية اللي فيها اصدقائي نعمل ايه؟ هتلاقي فوق هنا الصورة بتاعت صفحتك، نضغط عليها وهتلاقي صورة صغننة كده، دي الصفحة الشخصية بتاعتك، تضغط عليها هيقوم راجعك لصفحتك الاساسية. طب لو انا عايز بقى اخش كاني بتعامل بيها عن طريق كانها صفحه شخصيه، هتيجي هنا شكل البيت ده نضغط عليه، هيفتح لك الصفحه اللي هيظهر لك فيها المنشورات اللي الجروبات مثلا انت داخل فيها، او الصفحات اللي انت عامل لها لايك، الكلام ده كله هيظهر لك كمنشورات في الحته دي. لو في تفاصيل صغيره انا نسيت اقولها لكم في طريقه عمل الصفحه او في طريقه شغلها وانتم محتاجينها، ممكن تنزلوا تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله عامل لكم ليها فيديوهات منفصله، سواء مثلا اجمع لكم فيديو كبير او فيديوهات قصيره. وبس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش لو عايز تكسب الجيف اواي انزل اكتب اسم الساعه اللي انت عايزها، سواء المي 5 برو او التي 5 اس تحت في الكومنتات، وطبعا تعمل اشتراك في القناه، ولو كرما يعني من عند سيادتك، هو مش فرض بس كرم يعني، تعمل لايك للفيديو لو سمحت يعني. وبالمناسبه انا هسيب لك فيديو انا كنت عامله ريفيو للساعه التي 55 قريبه جدا من تي 5 اس تحت في صندوق الوصف، عشان لو عايز تخش تشوفه عشان تعرف ايه نظام الساعه وشغاله ازاي، عشان تقدر تختار ما بين الاثنين. ما تنساش لو عندك اي اسئله ممكن تنزل كده تحت في الكومنتات، انا بقراهم كلهم، او ممكن تخش تكلمني على صفحتي على الفيسبوك، هتلاقي اللينك بتاع تحت في صندوق الوصف في اول كومنت. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.